وفجأة تلاقي نفسك متلخبط، قلبك تعبان ومش فاهم ليه الروح تقيلة، مع إن مفيش سبب واضح. ويمكن السبب إن باب من أبواب الله اتفتح وإنت لسه ما دخلتش. النهاردة دخل شهر رجب، مش شهر عادي، ده شهر رسائل الهادية، شهر ربنا بيقولك فيه لسه فيه فرصة قبل الزحمة، قبل رمضان. ناس كتير بتقول أنا حاسس ببعد، مش قادر أرجع، ذنوب كتير، تقصير سنين، وكأن الطريق لربنا اتقفل. لكن الحقيقة لو الباب كان اتقفل ما كانش ربنا دخل رجب. رجب واحد من الأشهر الحرم، شهر ربنا عظمه، وشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمه، وكان يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. الدعاء ده معناه يا رب اصلح قلبي الأول وبعدين دخلني رمضان. رجب مش شهر اجتهاد شديد، رجب شهر ترميم، ترميم قلب، ترميم علاقة، ترميم نية. ربنا مش بيطلب منك تقوم الليل كله ولا تصوم كل يوم، ربنا بيقولك في رجب بس تعالى. نعمل ايه في رجب؟ نمرة 1، توبة هادئة، مش توبة صاخبة، توبة بينك وبين ربنا، كلمة يا رب سامحني. نمرة 2، ذكر ثابت، حتى لو تسبيحة، حتى لو استغفار، المهم الاستمرار. نمرة 3، ترك ذنب واحد، مش كل الذنوب، ذنب واحد بس وربنا هيعينك على الباقي. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يدخل رمضان فجأة، كان يهيئ القلب، يهيئ الروح، وكان رجب بداية الطريق مش نهايته. لو حاسس إنك بعيد، رجب مش بيعاتبك، رجب بيناديك، بيقولك لسه في وقت، لسه في أمل، لسه ربنا فاتح الباب. خليك معانا في نور من مكة، هنمشي سوا من رجب لشعبان لحد ما نوصل لرمضان، مش كاملين لكن صادقين.